السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل حلا شيك جدا وفي نفس الوقت سهل وسريع وبمكونات بسيطة جدا، وهنزينه كمان بالفستق الكداب، وهسيب لكم فيديو الفستق الكداب في صندوق الوصف. اللي ما يعرفش صندوق الوصف جنب العنوان هتلاقي كلمة اسمها المزيد، اضغطي عليها هتظهر لك كل حاجة في صندوق الوصف، أو هسيبه لكم في أول تعليق مثبت عشان أسهل عليكم يعني. وإن شاء الله هتلاقي وصفات جميلة جدا وشيك وبسيطة قوي زي اللي احنا عاملينها كده النهاردة. يا رب تعجبكم كلها. دي الكنافة البابلز، دي وردات الجلاش، وده الفستق الكداب اهو، احلى من الفستق الحقيقي. ودي كيكة الشموار الرمضانية طبعا اللي بالكريم كراميل اللي في حتة تانية. عموما وصفتنا النهاردة ان شاء الله ب3 مكونات بسيطة وسهلة جدا، وبجد حلا جميل جدا هتاكلي صوابعك وراه. بس احنا هنستخدم فيها 4 كوبايات لبن، عشان بس ما تقوليش لا 4 كوبايات لبن وكتير ومش عارفه ايه. لا، انا هقولك ان انا اهو بعملها قدامك بلبن بودر، اللي هو اللبن النيوزيلندي او نيدو، اي لبن بودر عندك. حطيت 4 كوبايات من الكوبايات المعياريه اللي هي السعه بتاعتها، السعه مش الوزن، السعه بتاعتها 250 جرام، 250 قصدي. اهي الكوبايات دي. وحطيت 4 معالق لبن نيوزيلندي وغليتهم. وبحط هنا هنستخدم كوبايتين من الفول السوداني. الفول ده ما كانش متحمص، حطيته في صينية بسبوسة وحطيته في الفرن وهديت النار واتحمص معايا وبقى زي الفل. كوبايتين فول سوداني هحط لهم الاول كوبايتين من الحليب، حليب او اللبن البودر، المهم يكون مغلي، يكون سخن جدا، وبنسيبه ربع ساعة كده مش بنيجي جنبه. وبعدين هنا هضربه، بس الاول ضربته في الدرق بتاع الهاند بلندر، فحسيته كان هيبقى يعني لو حطيت الكوبايتين التانيين ما كانش هيكفيه كده. حطيته في الدرق الكبير ده، هحط عليه دلوقتي مع الكوبايتين التانيين من الكوبايات المعيارية برضو اللبن، وكان دافي برضو، وهضربه كويس جدا معاه بالهاند بلندر. هضربهم كويس خالص، مش هخلي فيهم اي حبيبات وكده. هنشوف دلوقتي المرحلة بتاعتها هنوصلها لايه. الحلويات لما تعمليها بشكل جديد وبطريقة وبمكونات جديدة، يعني على فكرة هو بالفول واللبن وكده، بس احنا يعني كل اللي يدوقها مش عارف ايه مكوناتها من ايه اصلا. وكانت جميلة جدا. وكل اللي هنحطه فيها احنا نص كوباية سكر، لا هنحط زبدة ولا هنحط بسكوت، وهتشوفوا طريقتها في الاخر هتبقى عاملة ازاي. ننزل بيها كده وهنقلب بالراحة. انا بس مسرعة الفيديو طبعا عشان اوريكي كل المراحل اللي احنا بنوصلها. بصي، مجرد ما يتقل معاكي كده وبتحسي ان هو عمل كده الفقاقيع دي كده في النص، احنا مهديين النار على فكرة. بنزل بنص كوباية سكر وبمعلقة صغيرة قرفة. حابة تحطي نص معلقة حبهان تمام، اي نكهات حضرتك حابة تحطيها تمام، مش هتقولك لا يعني. نقلب كده بالراحة في كل مكان في الطاسة، ما نخليش مكان ما نقلبش فيه عشان مفيش حاجة ايه تتحرق معانا او تتلسع او كده. على نار هادية. ولما تلاقي شكله بقى كثيف كده زي كده اهو، ما تقفليش النار عليه الا لما يبقى قوامه زي العجينة كده. هوريك المراحل دلوقتي ازاي. انا طبعا بقفل الكاميرا وبرجع اصور تاني، شايفة كده اهو. هقولك انه دلوقتي لا، برضو مش هنطفي، هنصبر برضو شوية. بقولك اهو كده المرحلة دي مش كده، هو زي العجينة. هنستنى شوية. شايفة لما وصل كده خلاص مفيش اي حاجة منه كده في الطاسة، وخلاص هو فعلا قوامه زي العجينة بالظبط. كده طفيت. هنا في اي صينيه بايركس، اي صينيه الومنيوم، اي حاجه يعني تقدري تشيلي منها الحله اللي احنا هنعمله ده كده بالراحه. لو عندك صينيه تشيز كيك المربعه برضو هتبقى جميله جدا، اكتر حاجه هي هتبقى حلوه معاكي يعني. ودهنت كده الصينيه رش دهنة زيت من تحت، وعشان بس الزبده ورقه الزبده ما تروحش وتيجي معانا. ودهنت برضو ورقه الزبده عشان تبقى سهله كده لما نيجي نطلعها. وبتفردي الحلة وهو سخن، وبتجيبي كيس تلاجة كده او ورقة استرتش لاب مثلا، وبتبدأي تفرديه بايدك، بس خلي بالك لانه بيبقى سخن جدا. بالراحة كده بالراحة لغاية ما نلاقي شكله كده اتظبط معانا وبقى كده يعني قطعة واحدة كده من فوق. بنفضل بقى نظبط فيه كده لغاية ما خلاص. وعموما مش بياخد وقت، وحاجة سهلة وبسيطة وشكلها شيك وبجد حلو جدا.
اتمنى يا رب انكم انتوا تجربوه. هنا بعد كده بحطه في التلاجة او في المجمدة في الديب فريزر، بتحطيه لو مستعجلة عليه يعني في التلاجة مثلا ساعة ساعتين، لو في الديب فريزر بتحطيه مثلا نص ساعة وبتطلعيه، بتزينيه بقى بالطريقة اللي حضرتك عايزاها يعني. انا هنا حطيت شوكولاتة خام، كان عندي شوكولاتة خام بتسيحها، بتحطي ربع معلقة زيت على مكعبين كده من الشوكولاتة الزيت، عشان بس يخليكي عندك فرصة انك انتي تزيني مش حالا تجمد معاكي يعني وكده. حابة تعمليها بكذا لون تمام، مفيش مشكلة برضو، بس انا عشان هو لونه بني فحبيت اعمله باللون الابيض وبس، ما احطش الوان كتير عشان لسه هحط الفستق الكداب كمان هيدينا اللون الاخضر، هيكسر معانا اللون، هيبقى جميل جدا. بنحط كده الشوكولاتة الخام، وعلى فكرة بنقطعها، يعني احنا كده بعد ما طلعناه من التلاجة. لو خايفة ان الشوكولاتة تتكسر معاكي ممكن تجيبي مثلا حاجة جنبك فيها مية سخنة بتغلي وتسقطي فيها السكينة وتقطعي، بس انا متكسرتش معايا يعني اشتغلت بسرعة فما لحقتش يعني. بتشيليها كده بالراحة عشان ما تتكسرش ولا حاجة، وهي لو متجمدة معاكي كويس مش هيجرالها اي حاجة. وبتدهني كده الجناب بمربى بشربات تقيل، بأي حاجة تساعد انك انتي الفستق الكداب يلزق فيها كده على الجناب. طبعا التزيين ده اختياري، تقدري تزيني اي تزيين تاني بمنتهى البساطة. ولو هتقدميه على فكرة هقولك دلوقتي انا هقدمه في قوالب في الورق بتاع الكب كيك، تمام؟ يعني لو هتقدميه مثلا لضيوف او في عيد ميلاد او اي مناسبة غير رمضان عندك، ما تحطيش في ورق الكب كيك غير وقت التقديم، لان الفول السوداني فيه كمية من الزيت، عشان بس ما تبقعش الورق ويبقى شكلها مش لطيف. هتشوفيها دلوقتي معايا. انا كده ما فيش غير برفع بس وبدهنه من على الجناب بالمربى، مربى المشمش. على فكرة المربى دي كانت قطع، الاول استصعبتها وبعد كده رحت قلت لا انا تعالى انا هضربك في الكبة وهشوفك ايه اللي هيجرالك. فضربتها في الكبة وبقت معايا كده حلوة وسايلة يعني، علشان اعرف ازين بيها. اهو حطيته في ورق الكب كيك وحطيت له واحدة كريز. لو عندك اي حاجة تانية، ما حبيتش بصراحة احطه كريم شانتيه وكده، مش كل حاجة يعني، حبيت يكون التزيين المرة دي شكله مختلف. الفستق الكداب ده بيديكي الشكل الجمالي اللي انت عايزاه، وبيغنيكي عن الفستق الحقيقي اللي بيبقى غالي جدا. والله احنا بنعمله طعمه حلو قوي قوي تبارك الرحمن. يا ريت تعمليها، ولو عجبك الفيديو انزلي حطي لايك واشتراك وسبسكرايب للقناة وفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. وصلي على الرسول عليه افضل الصلاة واشرف السلام وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم.